السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عملت عصير العنب، لا حطيته في مية سخنة ولا ضربته في الخلاط. أنا مسكته غسلته غسلة حلوة وفرفضته الأول وغسلته، وبعدين حطيته في المصفى وصفيته، ولا حطيت عليه حبة مية ولا حطيت عليه عصرة ليمون ولا أي حاجة. ليه؟ لأن احنا هنشربه عادي دلوقتي، والله عامل زي عصير القصب واحلى كمان. وكمان كان ليه يعني الفوم اللي على الوش كان كتير، بس هو ايه من انا صبابه قاله شويه. آه، الفوم بتاعه عمل شويه، وكان عامل الوش بتاعه بالظبط زي عصير القصب. والعنب بقى هنا ايه بالمنظر الجميل ده كده، ايه جددي ونوعي يعني. عشان ايه؟ لو عندك ضيوف وعملت كده المنظر الجميل ده، بصراحه يعني شكله جميل وحاجه راقيه كده. انا هنا عملته، هشرب بقى ايه بالعصير، واكل بقى العنب بالخله كده. جميله وشكلها شيك، حاجه تفتح النفس كده يعني. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. غيري كده ونوعي، عشان ايه يبقى كده في تجديد في الاكل وفي الشرب، بيبقى حلو والله يا جماعه. تمام تمام، يلا واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.